لو كنت تعتقد أن الرياضة كرة قدم، ركوب خيل وسباحة، فأنت ما سمعت عن أغرب الرياضات اللي يمارسها البشر. من الرياضات الغريبة سباق يقام سنويا في ويلز، وهو السباحة في الطين. الغريب أن في أبطال لهذا التحدي وأشخاص حققوا أرقام قياسية، مثل نيل روتر اللي أنهى السباق في دقيقة و18 ثانية عام 2018. أما ثاني أغرب رياضة فهي الهوكي تحت الماء أو لعبة الأخطبوط، وهي رياضة سوتها البحرية البريطانية في خمسينيات القرن الماضي عشان يحافظ الغواصين على لياقتهم. وأول بطولة كأس عالم لهذه اللعبة سنة 1980، وليومنا هذا مستمرة. ثالث أغرب رياضة بالنسبة لي هي الملاكمة ويا الشطرنج، تجمع بين الذكاء والقوة. هذه الرياضة الغريبة اخترعها فنان فرنسي اسمه انكبلال سنة 1992 في كتاب هزلي، ولكنها تحولت لرياضة حقيقية عام 2003 بفضل لاعب الشطرنج والملاكم المحترف إيبن روديك. بس سؤالي الحين، الواحد فيهم كيف يركز في الشطرنج يوم ينفلع بوكس؟ شاركونا في التعليقات إذا تعرفون رياضات أغرب.